سيدتي الجميلة، يومك سعيد. أهلا بيكي في يوميات البحث عن السيروتونين هرمون السعادة. قبل ما أعرفك بنفسي هقولك الأول على منيو استضافتك في بيتي. النهاردة هنقدم أول وصفة معانا هي مناقيش الزعتر والمحمرة على الطريقة الفلسطينية الأصلية. وكمان هقولك إزاي تعملي الصلصة بتاعة المحمرة بالطريقة المظبوطة بتاعتها. وهنعمل كمان باوند كيك بالكاكاو والشوكولاتة والموز. لو عندك موز مستوي على الآخر، الأيام دي الموز بيستوي بسرعة جدا علشان درجات الحرارة ابتدت تعلى. تقدري تلحقيه وتاخديه وتعملي منه أحلى باوند كيك بالشوكولاتة. أعرفك بقى بنفسي، أنا اسمي شيماء، صيدلانية وبستضيفكم في بيتي، بقدم لكم وصفات سهلة تقدروا تطبقوها في بيوتكم، وكمان بناقش معاكم موضوع طبي أو اجتماعي. سريعا كده هقولك مقادير العجينة بتاعة المناقيش. هي 5 كوبايات من الدقيق، معلقة صغيرة من الملح، هنحتاج كوبايتين من اللبن الدافي، كوباية منهم هنحط عليها كيس من الخميرة الفورية، سواء كانت كوكس أو دريم أو باكاميا، أي نوع متوفر عندك من التلاتة دول، لأن دول أحسن أنواع من الخميرة موجودة في السوق. وهنحط كمان معلقة كبيرة من السكر، وهنسيبها على جنب تتخمر حوالي 10 دقايق. وكمان هنحتاج لربع كوباية من الزيت النباتي أي نوع كويس. هنخلط كل ده في العجين، وهنزود كوباية اللبن التانية الدافية بعد ما نضيف كوباية اللبن اللي بالخميرة. أهم حاجة في العجينة دي إن انتي تخدميها كويس جدا أو تعجنيها كويس جدا، سواء كان على إيديكي أو في العجين. هقولك بقى سريعا، على ما العجينة بتاعتك تخمر تكوني محضرة الصلصة بتاعة المحمرة. مقاديرها سهلة، 4 معالق من الزيت، 4 معالق كبار في حلة، هتحطي عليهم 2 بصل أبيض متقطعين رفيع. تشوحيهم تشويحة بسيطة، أول ما ريحتهم كده تبان تكوني فرمة فصين من التوم مع قرن فلفل أخضر، تضيفيهم على البصل. وهتضيفي دلوقتي معلقة كبيرة من صلصة الطماطم، ومعلقة كبيرة أو معلقتين من هريسة الشطة. لو انتوا بتحبوا الحاجة تكون مشطشطة شوية حطوا واحدة بس، لو مش لو بتحبوها زيادة شوية معلقتين، لو مش بتحبوا الشطة خالص يبقى ما تضيفوهاش أصلا. ونعمل عصير 4 طماطم في الخلاط، نضربهم من غير ما نصفيهم، نضيفهم ونحط ربع كوباية من دبس الرمان. وبعد كده نحط التوابل، فلفل اسود وبابريكا وكمون، معلقة صغيرة من كل حاجة. بنضيف معلقة كبيرة من حبة البركة ومعلقة كبيرة من السمسم. مش عايزة اقول لكم يعني فوائد حبة البركة قد ايه، في انها بترفع المناعة. ودي حاجة مثبتة علميا وبأبحاث علمية، انها من الحاجات اللي بترفع المناعة، فالأكلة دي فعلا مفيدة جدا. هقول لكم بقى على اللي حصل معايا في الفترة اللي فاتت. إن أنا كنت شفت فيديو لشيخ من الشيوخ عامل صفحة ومبادرة، المبادرة دي مسميها ما تمضيش قايمة. طبعا يعني دي حاجة جميلة، إن هو بيشجع الشباب إن هم نيسر على الشباب جوازاتهم. وكان جايب في فيديو من الفيديوز نموذج لشاب تزوج ب100,000 جنيه بس. أنا معرفش ازاي طبعا التفاصيل، إنه ازاي يتجوز ب100,000 جنيه وسط الأسعار الرهيبة للأجهزة دلوقتي. لكن يعني نحسبه على خير، وإنه ربنا يعني يسر له أموره. وبعد كده بيتكلم عن العروسة، بيقول أختنا العروسة عندها 18 سنة، مش واحدة عندها 30 أو 40 سنة وعنست. طبعا الكومنتس معظمها بيباركوا للعرسان، وأنا كمان ببارك لهم، ربنا يا رب يوفق أي اتنين بيبتدوا حياتهم في الأيام اللي احنا فيها دي، كون إن هم يلاقوا شقة أصلا ويقدروا يفرشوها. فدي يعني ده كرم كبير من ربنا وسط ارتفاع الأسعار الجنوني في كل حاجة، حتى في الأكل والشرب. يعني دي من احتياجات الإنسان الأساسية، الأكل والشرب والسكن، فربنا يوفقهم يا رب. لكن في كام كومنت من كام بنت دخلوا يتكلموا، وهعرض لكم صور سكرين شوت من الكومنتس اللي البنات كاتباها.
يعني في بنت دخلت كتبت له: أنت طحنت الخواطر لما بتقول 30 و40 سنة وعنست. طبعا لفظ عانس في اللغة العربية معروف، لو بحثتوا عنه هتعرفوا إن هي البنت أو المرأة اللي وصلت لسن معين ولم تتزوج، يعني اللي هو عدت السن المتعارف عليه للزواج بيسموها عانس. لكن في الحقيقة إن كلمة عانس البرسبشن بتاعها أو وقعها في العقل الباطن عند الناس وفي مجتمعاتنا العربية إن هو لفظ مهين، يعني لفظ فيه يعني إهانة للبنت، أو إن هي محدش أعجب بيها أو معجبتش حد، أو إن هي ما كانتش تستاهل إن راجل يدق بابها ويروح يتقدم لها من أهلها، فعلشان كده هي ما اتجوزتش. هو كان بيقول عندها 30 سنة و40 سنة وعنست وبتتشرط. فأنا جاية والله، يعني أنا مش هدفي أبدًا إن أنا أجادل مع حد، أو أنا مش من النوع اللي باطلع أرُد على فيديوز لناس تانية أو كده، لكن بحكم إن أنا بنت وكان ليّا أصحاب كتير من البنات في أعمار مختلفة، يعني كان في اللي أكبر منّي ب10 سنين وب15 سنة، وفي اللي أصغر منّي ب5 سنين وب6 سنين، وكبنت يعني وطبعًا يعني بنقعد مع بعض وبنتكلم مع بعض وبنعرف أخبار بعض. أنا عِشت مع أصحابي قصص كتيرة. هاقول لكم على بعض النقاط اللي كانت بتخلّي بنات كتير زي ما الشيخ كده بيقول إن هي تعنِّس، باللفظ اللي هو أو بالمعنى الحقيقي ليه في اللغة العربية إن هي لم تتزوج، هي مقابلها عند الراجل عازب. آآ يعني أبسطها إن أول حاجة إن البنت في مجتمعاتنا مش في إيديها إن هي تختار. يعني حتى أهلها، يعني في القرآن مثلًا كلنا عارفين قصة سيدنا موسى الراجل اللي هو كان أبو البنتين لمّا راح له وقال له: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. يعني هو بينه وبين سيدنا موسى عرض إنه يزوّج سيدنا موسى واحدة من بناته الاتنين. ده طبعًا عندنا في مجتمعنا عيب، وما ينفعش إن أب يروح يخطب لبنته أو يلمّح لحد هو شايف إنه مناسب ليها إنه يجوّزها له أو كده، بتبقى عيبة. أو مع الوقت ممكن حتى عريسها بعد كده أو اللي هيبقى زوجها لو بقى زوجها في المستقبل إنه يعايرها بحاجة زي دي. دي أول حاجة، فالبنت مش في إيديها أبدًا الاختيار، مش لمّا بتشوف واحد شايفة إن هو مناسب ليها كدين وكأخلاق وكمستوى مادي ومستوى اجتماعي، وكل الحاجات دي مهمة جدًا لنجاح أي جواز. مش في إيديها إن هي تروح تتقدم له. أنا هنا طبعًا باتكلم عن بنات جيلي، وأنا من مواليد التمانينات، أنا دلوقتي عندي 40 سنة وباتكلم عن بنات جيلي. الحاجة التانية بقى اللي كانت بتحصل على أيامي، إن كان في شباب كتير جدًا بيروحوا أو بيخوضوا تجربة جواز الصالونات للتسلية. يعني هو مثلًا بيدخل بيوت الناس، يتعرّف على ناس، يشوف الأُسر، يشوف العائلات، لحد لمّا زي ما بيقولوا كده يُقع في البنت اللي مالها وجمالها وحسبها ونسبها ودينها، يعني عايز يختار ال5 مع بعض، فممكن بقى يعدّي على 30 بيت، 40 بيت، 50 بيت. هو بيبقى شايف الموضوع يعني ما فيهوش أي مشكلة، هو بيروح ساعة أو ساعتين يقابل بنت لأول مرّة، يتعرّف عليها وعلى أهلها، ويا ياخد معاه حاجة أو ما ياخدش معاه حاجة، زيارة يعني ضيافة، جاتوه. حتى كان ليّا واحدة صاحبتي بتقول لي جالنا وجايب حاجات من المخبز اللي تحت بيتهم. فيعني في ناس كانت بتقول يعني دي زيارة، وهو كده بيكون حاطط في باله بنسبة 90% إنه مش هيكمّل في الموضوع، لكن هو بيروح يقضّي وقت ظريف ولطيف وخلاص. فكان كتير من اللي بيروحوا يتقدّموا للبنات في بيوتهم أو يتعرّفوا، مش عايزة أقول يتقدّموا لإن دي كانت لسه بتبقى قعدة تعارُف، بيكونوا واخدين الموضوع كتسلية.
مش أكتر، يعني ما بيكونش واخد الموضوع بجدية. وطبعًا البنات اللي بيكونوا متربيين تربية محافظة أو تربية دينية محافظة، ما بيكونش عندهم فرصة إن هُم يروحوا يعني يتعرّفوا حتى أو يكون الكلام ما بينهم وما بين زمايلهم في الشغل بشكل مفتوح شوية أو في حاجات شخصية. ف ومعظم الشباب يعني يقول لك أنا لأ، أنا مش هاتجوّزها غير لمّا أكون عارفها كويس جدًا، ونقعد نتعرّف على بعض كده سَنة أو سنتين وبعدين نبقى ناخد الخطوة الرسمية في الجواز. وكان ليّا برضه صديقة تانية كانت بتحكي لي بتقول لي إن هي بعد ما جالها عريس قابلته في البيت وبعد ما مشي، الناس اللي كانوا معرّفينهم عليه أو خلّوه يروح لبيتها قالوا لها ولا يهمِّك منّه ده هو كده كان داخل قبليكِ 52 بيت، يعني أنتِ كنتِ العروسة رقم 53. أفتكر كلّكم فاكرين المسلسل بتاع هند صبري بتاع عايزة أتجوّز واللي هي كانت صيدلانية وكان بييجي لها عرسان وكان في كل عريس كان بيطلع فيه حاجة. الحاجات دي كانت فعلًا واقعية مع بنات كتير من بنات جيلي. الحاجة التالتة بقى إن كان في عرسان بييجوا طالبين عروسة بتشتغل، يعني هو داخل كده بوضوح ودي طبعًا حاجة يُشكر عليها طبعًا العريس اللي رايح يتقدّم للبنت، بيبقى طالب إن هي تكون بتشتغل وإن هي تصرف معاه في البيت النُص بالنُص. هي وافقت على المبدأ ده خلاص بيكمّلوا الموضوع، ما وافقتش فلأ خلاص كل حاجة اسم ونصيب. فدي طبعًا بتبقى يعني بوادر مش كويسة أبدًا من إن راجل يكون رايح لواحدة علشان هي بتشتغل وعشان تصرف معاه، وشوية شوية هيبقى عايزة مثلًا تصرف عليه ويقول لها روحي أنتِ الشغل وهو يكبّر دماغه بقى خالص، يا يسيب شغله، يا يكسّل في شغله، يا يهمل في شغله، يعني من الآخر واحد كسول، واحد ما عندوش طموح، واحد متجوّز واحدة علشان يعتمد عليها وعلى أهلها كليًا. فده اللي كان بيخلّي بنات كتير يرفضوا عرسان كتير بسبب النقطة دي، وبسبب قصة إن مين اللي هيتحمّل المسؤولية، وفي ديننا طبعًا القوامة للراجل. ف ف يعني شباب كتير ما بيحطّوش الموضوع ده في دماغهم، فدي أول حاجة في دينك، دي أول حاجة في دينك أنت تخلّيت عنها وشايف إن أنت عايز تتجوّز واحدة بتشتغل علشان تصرف معاك في البيت. هي كده أي زوجة متربية على الأخلاق وعلى الدين ومتربية في بيت ناس محترمين، لمّا تلاقي زوجها في ضائقة مادية أكيد هتساعده، لكن لمّا أنت تبقى داخل من أول الموضوع وده هو شرطك للجواز، أكيد ما فيش بنت هترضى بحاجة زي دي. رابع حاجة بقى هي التوافق التعليمي والاجتماعي والأخلاقي والمادي، الحاجات دي مهمة جدًا لنجاح أي جواز. فأنتم ما تجوش تقولوا لي إن في بنت مثلًا متربية في مستوى مادي أو اجتماعي يعني نقول متوسط أو أعلى من المتوسط، وتاخد واحد مثلًا أقل منها في المستوى الاجتماعي والمستوى التعليمي. طبعًا القوامة في أي بيت للراجل، المفروض إن أنتِ هتتزوجي واحد هيكون واجب عليكِ إن أنتِ تطيعيه، إن أنتِ تسمعي كلامه، إن هو اللي هيكون القائد بتاع البيت، هو اللي بياخد القرارات المصيرية اللي في بيتكم. لو ما كنتيش حاسة إن هو تفكيره على الأقل متوافق مع تفكيرِك أو أعلى منه كمان، فإزاي هتوافقي إن أنتم يجمعكم بيت واحد وتكوني تحت جناحه وتكوني بتطيعيه وأنتِ مبسوطة وأنتِ حاسة بأمان، حاسة إن هو بياخد قرارات صحيحة في حياتكم. فدي من الحاجات المهمة اللي البنات برضه كانت بتفكّر فيها وكان بيخلّيها أوقات كتير تقابل عرسان بعد ما يقعدوا معاهم مرّة أو 2 ما يوافقوش عليهم. هنقطع بقى كلامنا مع بعض كده هاقول لكم على مقادير الكيك بالموز وبالكاكاو الخام والtopping بتاعه كان عبارة عن صوص
شوكولاتة أو جناش الشوكولاتة، بس جناش الشوكولاتة أنا عاملاه اقتصادي جدًا من غير كريم شانتيه ومن غير كريمة لباني. أنا باعمله باللبن وبالنشا. هنبتدي الأول، أهم حاجة هي تبطين القوالب. القوالب المستطيلة دي بتيجي 3 قطع زي ما أنتم شايفين كده. المقدار اللي إحنا هنحتاجه هيعمل الصينية الكبيرة والصينية الوسط. المقادير معانا 400 جرام من السكر أو ما يعادل كوبايتين سكر من المج العادي اللي إحنا بنشرب فيه الشاي واللي موجود في كل بيت. هنضيف عليهم 300 جرام من الدقيق أو ما يعادل كوبايتين ونص من الدقيق، معلقة صغيرة من الملح، و100 جرام من الكاكاو الخام. 100 جرام يعني حوالي نص كوباية. وكل الحاجات دي لازم تتنخل ما عدا السكر. طبعا السكر أنا بستخدم سكر خشن عادي، لكن بالنسبة للدقيق وبالنسبة للكاكاو لازم ننخلهم كويس. بنضيف عليهم كمان، هو ده المج اللي بقولكوا عليه، هنضيف عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر ومعلقة كبيرة من البيكنج صودا، ونخلط المكونات الجافة كويس جدا مع بعض. في بولة تانية هنجيب 4 موزات متوسطة الحجم، تكون يعني قربت خلاص، يعني قربت تبوظ عندك، تكون مستوية كويس جدا. أو ما يعادل يعني 400 جرام من الموز. لو الموز عندك كبير قوي، حجمه من الحجم الكبير، خدي منه 3 موزات بس. وبالشوكة كده هنهرسه كويس بالشوكة. وبعد كده هنضيف عليه 4 بيضات وفانيليا و200 جرام من الزيت. 200 جرام من الزيت يعني كوباية من الزيت، ونضربهم كويس بالويسك. بعد كده هنضيف عليهم المكونات الجافة. وفي حلة أو في كزرولة عندك على البوتاجاز هتكوني مدفية 400 جرام من المية السخنة أو ما يعادل كوبايتين من المية السخنة. أول ما المية دي تبتدي تطلع البخار بتاعها كده، تقومي مزوداها واحدة واحدة على الخليط السابق، ولحد ما القوام يتجانس كله مع بعضه، والقوام هيكون سائل شوية. ونقسمهم على الاتنين قالب اللي احنا بطناهم، وندخلهم في فرن 180 درجة. بالنسبة لي في الفرن بتاعي أخدوا حوالي ساعة و10 دقايق. بختبرهم طبعا بالعصاية الخشب بتاعة الشيش طاووق، وبتأكد ان هي لما بتدخل بتطلع نظيفة مفيهاش أي عجين. المقادير بقى بتاعة جناش الشوكولاتة، هنجيب 200 جرام من الشوكولاتة، سواء كانت شوكولاتة دريم أو شوكولاتة سايبة، ونحطها في حمام بخار. ولما تحطوا الشوكولاتة علشان تسيح في حمام بخار من المهم جدا ان الطبق اللي انت حاطه فيه الشوكولاتة ما يكونش ملامس المية، يعني اللي بيوصل بس للطبق هو البخار. لازم الطبق يكون أعلى من مستوى المية. هنحط عليهم بعد ما يسيحوا نص كوباية لبن متدوب فيها معلقة كبيرة مليانة من النشا ومعلقة كبيرة من السكر، وهو ده الجناش الاقتصادي. ولا احتاجنا كريم شانتيه ولا احتاجنا كريمة لباني ولا أي حاجة من دي. هنسيبهم كده على البخار حوالي ربع ساعة، نقلبهم كل شوية لحد ما القوام بتاعهم يتقل. وبعد كده هنرفعهم من على النار، هنسيبهم يبردوا شوية، هتلاقوا القوام بتاعهم بقى تقيل، وتقدروا تعملوه توبينج للكيكة دي. الكيكة دي مش عايزة أقولكوا أول ما بتحطوها في بقكوا دايبة، وفي نفس الوقت طعمها مختلف تماما عن طعم كيكة الشوكولاتة بسبب وجود الموز فيها. طرية ودايبة وطعمها كده تحسوا ان هو ريتش، يعني طعمها غني، طعمها مليان فليفرز كتيرة. بجد انا لما جربتها ولما لقيت الوصفة دي وجربتها كذا مرة، بقوا يطلبوها مني تقريبا كل يوم في البيت. هي فعلا وصفة جميلة جدا وتستحق ان انتوا تجربوها، وان شاء الله هتعجبكم جدا. نرجع بقى يا بنات نكمل موضوعنا اللي احنا بنتكلم فيه. اللي بيصفوا البنات اللي عندهم 30 و40 سنة بان هم عنسوا علشان بيتشرطوا، وانا جاية اقول لك هنا ان هم ما بيتشرطوش ولا حاجة. رقم 5 من الحاجات اللي ممكن توصل البنت انها توصل لل30 وال35 و40 من غير ما تتزوج،
إن ما يكونش إحنا قُلنا طبعًا هي مش في إيديها إن هي تروح تتقدّم لحد، هي بتبقى قاعدة في بيت أهلها أو في بيتها ومستنية هي ونصيبها اللي ييجي لها. ممكن يكون من اللي اتقدّموا لها دول حد مناسب جدًا كمستوى مادي، مستوى اجتماعي، أخلاقي، ديني، لكن ما حصلش قبول شكلي وقبول روحي ما بينهم. يعني مثلًا شكله مش عاجبها، مش شايفة أو مش متخيّلاه إن هو ده اللي ممكن يبقى جوزها. شكله مش عاجبها، مناخيره كبيرة، عينيه صغيّرة، تخين، دمّه تقيل، جَد زيادة عن اللزوم، بيهرّج زيادة عن اللزوم، أي صفة من الصفات دي، وكل إنسان مختلف عن التاني طبعًا، هي شايفة إن دي حاجة مش عاجباها في زوجها المستقبلي واللي هتكمّل معاه بقية حياتها، لإن أي بنت بتكون داخلة أي جوازة بتكون حاطة في بالها إنها هتكمّل لآخر العمر. ما بيبقاش حاطة في بالها إن هي ممكن تنفصل في أي لحظة، زي ما في شباب كتير دلوقتي بيدخلوا جوازات وبيطلبوا من زوجاتهم إن هم يأجلوا الخلفة علشان لمّا يحب إن هو ينفصل عنها ويطلقها لو ما عجبوش العيشة معاها ياخد الخطوة دي على طول. نرجع لكلامنا وموضوعنا، إن الأهالي بقى بيعيبوا على البنات إن هُم إن هي مثلًا ممكن تقول أنا رافضاه علشان شكله، أنا رافضاه عشان عنده كرش، أنا رافضاه عشان رفيّع زيادة عن اللزوم، أنا رافضاه عشان دمه تقيل، أنا رافضاه علشان أسلوبه غليظ أو يعني أيًا ما يكون الأسباب اللي تخلّيها ما يحصلش توافق ما بينها وما بينه. وننسى كده قصة سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا مين؟ عمر بن الخطاب لمّا كلّم السيدة عائشة إنه كان عايز يتزوّج أختها السيدة أم كلثوم، وقال لها إنها تخطبها له. طبعًا السيدة عائشة كانت فرحانة جدًا، يعني عمر بن الخطاب عايز يتزوّج أختها. فلمّا راحت تكلمها رفضت، اتفاجئت إن السيدة أم كلثوم رفضت، ورفضت مين؟ رفضت عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. وكان ردّها إيه؟ يعني هي ردّت عليها قالت لها إيه؟ قالت لها: "ما لي ولعمر وهو رجل خشن العيش لا يحمل في رأسه إلا الرعية". وأنا شابة، قالت لها إيه بقى؟ قالت لها: "أنا شابة أريد رجلًا يصُبّ عليَّ الحب والحياة صَبًّا ويكون عابدًا لله". يعني إيه المشكلة إن هي تجمع ما بين الاتنين، واحد يكون قريب ليها في السن ويدلّعها ويحبها وتعيش معاه الحياة اللي ربنا حلّلها لأي زوجين، وفي نفس الوقت يكون تقي ويكون عابد لله. فدي من النقط اللي كتير من الأهالي بيروحوا يلوموا على بناتهم إن هم بيرفضوا حد لمجرد ممكن يكون متوافق معاها في كل الحاجات اللي أنا قُلت عليها، لكن هي مش حاسة بقبول ناحيته، ويبتدوا يقولوا لها وأنتِ بتتدلّعي وأنتِ بتتأمّري، لكن بننسى كتير إن دي نماذج من أيام الصحابة، وقصص حصلت فعلًا أيام الصحابة فيها رقي وفيها احترام لرغبة أي أنثى وأي بنت إن هي تقرر مصيرها في الجواز، لإن الراجل اللي هتتجوزه ده هو الراجل اللي هتكمل معاه بقية حياتها كلها، وأولادها هيكونوا على اسمه وهيشيلوا اسمه وهي هتشيل اسمه، فمن حقها إن هي ما توهبش حياتها وعمرها اللي باقي كله لأي حد. مع الأسف جرت العادة في مجتمعاتنا إن إحنا دايمًا نحمّل البنت أي مشكلة بتحصل في حياتها، اتأخرت في الجواز، أصحاب كتير ليّا كان مثلًا تسمع جُمل من أهلها، يعني أهلها وأقرب الناس ليها يقولوا لها أصل أنتِ بعيدة عن ربنا، أنتِ لو كنتِ قريبة من ربنا ما كانش ابتلاكِ بتأخرِك في الجواز وعدم جوازِك لحد دلوقتي. أو حد تاني ييجي يلوم عليها ويقول لها أصل أنتِ لبسِك ضيّق أوي ومُلفت للنظر وده ما بيعجبش شباب كتير. وفي نفس الوقت بنت تانية ملتزمة ولبسها واسع يقولوا لها أصل أنتِ لبسِك بيبيّنِك شكلِك أكبر في السن و
أي واحد بيلفت نظره في أي بنت أول حاجة شكلها وشكل لبسها. فدايمًا بتلاقوا إن الأسباب بتيجي في الآخر على البنت وبيحمّلوها هي مسؤولية تأخُّرها في الجواز، وما بيبقوش مُدركين إن الجواز ده رزق زيه زي الفلوس وزي الصحة وزي كل حاجة في حياة الإنسان، هو رزق وبقدر وتقدير من الله عز وجل. أتمنى يا رب إن الوصفتين اللي أنا قدّمتهم يكونوا عجبوكم، وهاورّيكم دلوقتي المناقيش قد إيه طالعة العجينة بتاعتها طرية جدًا وجميلة، تقدروا تحضّروها للفطار أو للعشا وتحضّريها. بعد ما تحضّريها أهم تركاية فيها إن أنتِ لازم تحطّيها في box أول ما تطلع من الفرن علشان ترُد وتطرى، علشان لو كانت من تحت نشفت شوية لمّا بتحطّيها في الbox ده هي بترُد وبترجع طرية جدًا تاني. بُصّوا قد إيه العجينة بتاعتها هشة من جوّه. ما تنسوش في التسوية بتاعتها أهم حاجة تدخل فرن متسخن قبل كده على أعلى درجة حرارة على الرف الوسطاني لمدة 10 دقايق. ال10 دقايق دول بنقسمهم 7 دقايق من تحت ونطفي ونشغل 3 دقايق بالظبط من فوق. لو سبتيها أكتر من 10 دقايق في الفرن هتنشف معاكي جدا، مش هتبقى العجينة فلافي زي ما انت شايفاها كده وطرية وهشة عاملة زي السفنجة كده. فالأفضل إن هي ما تطولش أبدا أبدا في الفرن. وبتاعة الزعتر بقى مش عايزة أقولكوا على جمالها وجمال طعمها، بجد تحفة. ممكن تستغنوا عن الجبنة الموتزاريلا اللي أنا حطاها على الوش دي، أنا بحطها بس علشان أولادي بيحبوها. والباوند كيك كمان بالنسبة للتسوية بتاعته على حسب الفرن بتاعك، لكن ما تعمليلهاش الاختبار قبل ما يعدي على الأقل 40 دقيقة. بعد 40 دقيقة تقدري تفتحي الفرن وتعملي اختبار للعجينة من جوه إذا كانت لسه طرية ولا محتاجة تقعد في الفرن زيادة. بالنسبة للفرن بتاعي هي قعدت ساعة وربع بالظبط. بعد ما بنخرجها بنغطيها وبنسيبها لحد لما بتبرد خالص قبل ما تقلبيها من القوالب بتاعتها. ومهم قوي ان احنا نكون مبطنين القوالب كويس علشان الشكل بتاع القالب بيكون صعب شوية ان الكيكة تطلع منه. بعد ما بردت خالص انا طلعتها وقلبتها على الشبكة، لاني هحط لها جناش الشوكولاتة اللي احنا حضرناه مع بعض الاقتصادي اللي عاملينه باللبن وبالنشا. من أسهل الطرق اللي تقدري تعملي بيها الجناش ومن أكتر الطرق الاقتصادية. بصوا الكيكة غنية جدا، طعمها مش عايزة أوصف لكم، طعمها جميل جدا جدا. طعم الموز باين فيها، وأحيانا بنلاقي قطع صغيرة قوي من الموز باينة جوه الكيك لأن احنا يدوب بس هرسناها بالشوكة. وزي ما قلتلك في تركة ان انتي لما تيجي تسيحي الشوكولاتة اي حمام بخار ارجوكي ما تخليش المية تكون لامسة الطبق اللي انتي حطاه فوق حمام البخار، هيحرقلك الشوكولاتة مش هتسيح بشكل صحيح. الافضل ان يكون في مسافة ما بينهم. وبعد كده لما سيحت الشوكولاتة كلها خالص ابتديت بقى احط كوباية اللبن اللي متدوب فيها معلقة كبيرة من النشا ومعلقة كبيرة من السكر، وبسيبهم زيادة ربع ساعة أو تلت ساعة فوق حمام البخار لحد ما القوام بتاعها يتقل. وبقلب عليها كل شوية، يعني كل 5 دقايق كده تقلبيها، كل 5 دقايق تقلبيها لحد لما تتقل معاكي. وبعد كده بتسيبيها تبرد شوية قبل ما تصبيها على الباوند كيك من فوق. بتمنى يا رب إن وصفات النهاردة تكون عجبتكم، ومستنية مشاركتكم في التعليقات على الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه النهاردة، وهو إن كتير من الناس برضو بيحملوا البنت فوق طاقتها ويحملوها سبب إن هي قعدت لسن 30 و40 من غير جواز، ويتبلوا عليها ويقولوا إن هي علشان بتتشرط وإن هي بتتأمر على العرسان.
وأهالي كتير بيضغطوا نفسيًا على بناتهم للدرجة اللي بتوصّلهم إن هم حتى بيفقدوا الثقة في نفسهم، وبيبقوا عايزينهم يوافقوا على أي جوازة وخلاص. وكتجربة عملية كان ليّا صديقة تزوّجت بعد زن كتير من أهلها إن سِنّها كِبِر ولازم تتجوّز، واتجوّزت وكان جوزها بخيل جدًا معاها وكان بيحاسبها على الجنيه. يعني أنتم متخيّلين كان ما هي كانت بتشتغل واتفاجئت إن هو عايزها تصرف معاه النُص بالنُص في كل حاجة، كانت فاتورة الكهربا تيجي يقسم الحساب ما بينها وما بينه. الشفاط باظ هنصلّحه، يقسم حساب التصليح ما بينها وما بينه، وفي الآخر البنت اتطلّقت وما قدرتش تستحمل الوضع ده. فيعني من أكتر الحاجات اللي الأهالي كتير بيظلموا بناتهم فيها إن هم يضغطوا عليهم بموضوع السِن وتأخُّرهم في الجواز. أكيد دي حاجة مش بمزاجهم أبدًا. أي حد عنده بنوتة في سِن الجواز يدعوا لهم إن ربنا يرزقهم بالزوج الصالح. ومش عيب أبدًا، أبدًا إن أي أم أو أي أب لو شاف إن في حد من معارفه، من قرايبه، من أولاد أصحابه يحسبوا على خير ويحسبوا إنه راجل هيقدر يصون بنته، إنه يكلمه بينه وبينه أو يرتّب مقابلة غير معروفة للبنت. يعني البنت ما تكونش عارفة إن في حد جاي يشوفها أو هيقابلهم بالصدفة في مكان معين، ويسعى في إنه يزوّج بنته ويعفّها. ده أبدًا مش حرام ومش عيب، وعايزين ندخّل الثقافة دي في مجتمعاتنا علشان نحافظ على بناتنا، و نسعى إن ربنا يعفّهم بالحلال ويرزقهم الأزواج الصالحين يا رب. إن شاء الله هاستنى تعليقاتكم، وأتمنى يا رب أكون خفيفة على قلوبكم في فيديو النهارده، وأتمنى الوصفات كلها تكون عجبتكم، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد في يوميات البحث عن السيروتونين هرمون السعادة. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو إن أنتم تدعموني إن أنتم تضغطوا على الإعجاب وتضغطوا على الاشتراك في القناة وتتابعوني، ويا رب يومكم سعيد. مع السلامة.